صديقي العزيز، اخيرا هنعمل فيديو طويل نتكلم فيه عن منهى، مش هنعمل شورتس. انما اللي هنتكلم عليها النهارده هي منهى Eternally Regressing Night. معلش، حاولت بكل الطرق ان انا ادور على مكان ما فيهوش صوت عربيات او فيه صوت هواء، بس معلش استحملني فيديوهين ثلاثه كده وهنظبط الدنيا ان شاء الله وهتتبسط معانا يعني. بص يا سيدي، هنتكلم عن المنهى دي في 3 اجزاء. اول حاجه القصه، بعد كده الشخصيات، بعد كده ليه تتفرج على المنهى دي. اول حاجه القصة بتبدأ في حرب كبيرة جدا بين مملكة نوراليا وإمبراطورية أسبين، والبطل بتاعنا بيبقى جندي من المملكة دي. بنرجع فلاش باك جميل كده للبطل بتاعنا اللي هو اسمه أنكريد ده طفل كان عنده حلم واحد بس، إن هو يبقى فارس. إيه بقى حكاية الفارس دي؟ العالم بتاعنا فيه تسلسل للقوة، في بني آدمين عاديين وفي محاربين، وفي خلال الجنود دول في جندي ضعيف وجندي متوسط وجندي قوي كمان، وفي الفرسان دول بيقدروا يستخدموا الهالة، بيكونوا سوبر هيومن كده، بيكونوا بشر خارقين يعني، وبيكون في منهم فارس متدرب وفارس اللي هو ايه خلاص فارس 100% يعني 100% راجل اعترفوا بيه في المملكة وكده. الناس دي ما بتشاركش في الحروب لان هي قوية جدا، والبطل بتاعنا هو حلمه الاساسي في الحياة ان هو يبقى فارس لما يكبر، ولكن بتصفعه الواقعية يا سيدي الجميل وبيكتشف ان هو ما عندوش الموهبة ان هو يبقى فارس، ومش كده بس، كمان ده اضعف من البشر العاديين. وبتبدا رحلته في عدم الاستسلام، وان هو يتدرب او يعمل لي فيها استا كده ويقعد يتدرب ويعمل عضلات وبتاع، ولكن ما فيش فايده، وربنا بيكرمه في مرحله ما وبينضم لاحد فرق المرتزقه اللي اسمها مرتزقه فالين، وبيعلموه زي اساسيات السفكه بتاعت العامه، وبيبقى واحد منهم يعني. وفي حادثه سيئه ربنا بيكرم الفرقه دي كلها وبتموت، وما بيبقاش غير البطل بس. بعد كده بنرجع لاحداث الحرب بتاعتنا. البطل بعد ما الفرقه بتاعته كلها ماتت اتجند تجنيد اجباري، بقى واحد من مملكه نوراليا وفي الحرب دي، وبنكتشف حاجه غريبه، ان هو كان عنده لعنه. اللعنات في العالم ده مقسمه للعنه ضعيفه ولعنه متوسطه ولعنه قويه. البطل كمان ربنا كرمه كان عنده لعنه شديده القوه كمان. اللعنه دي بتخليه كل ما يموت يكون عنده الخيار، يا اما ان هو يموت يا اما ان هو يعيد اليوم من اول وجديد. بيجي له استغفر الله العظيم يا رب اللي هو ملك الموت او الراجل اللي هو بيخليهم يعدوا الجسر بتاع الموت ده، وبيديله خيار يقول له انت عايز تموت ولا عايز تعيد اليوم. وانا بقى البطل بتاعنا ورينا عدم الاستسلام بتاعه، واللي فعلا حاجه شديده وجاذبه للانتباه في الشخصيه دي، ان هو بيرفض ان هو يقبل خسارته ويبدا يعيد اليوم ويعيد ويعيد ويعيد، وفي رحله لا تنتهي من التطور، وبيرجع حلم تاني ان هو عايز يبقى فارس. في مجموعة من الأفكار والمعضلات اللي المنهى بتتناولها بشكل أساسي، اللوب بتاعت البطل ورحلة تطوره من إن هو كان ضعيف إن هو بيزداد قوة. وطبعا رحلة سياسية، يعني الحاجة الأساسية اللي المنهى مركز عليها هي رحلة البطل وتطوره، ولكن بيجيب لك برضه شوية أسرار عن العالم، ويجيب لك شوية أسرار عن المملكتين اللي بيحاربوا بعض، وبيوريك إن العالم بتاعنا كبير شويتين، ويبدأ يدرج لك في الموضوع ده، ويوريك ان في معانا الف ومعانا اقزام ومعانا عمالقه ومعانا ضفادع كائنات غريبه، والموضوع بيبدا يكبر معانا، والمنهى جميله جدا. ثاني حاجه هنتكلم عليها هي الشخصيات. انكريد لما راح في مملكه نوراليا وبقى جزء من الجيش النظامي بتاعها، بقى قائد فرقه اللي هي الفرقه 3/4، والجنود بتوعه لو انت قرات المنهى وانت ما تعرفش يعني كلهم مميزين، كلهم مثيرين للانتباه بشكل رهيب اكتر من البطل نفسه اصلا. انا مش فاكر اسماء الشخصيات دي فانا هقول لك انت هتعرفهم يعني. اول واحد ريم، هو الوحيد اللي انا فاكر اسمه، اللي هو تحسه فايكنج كده وماسك فاسين وبيقعد يدبح في الناس كلها ومتحمس دايما ان هو يقتل. الراجل ده عنده قوه جسديه رهيبه، عنده حس كوميدي جميل جدا، ودايما بيتخانق مع الواد اللي ماسك سيف. وانا محب ريم يا جماعه عشان هو علم البطل حاجات كتير، وهو شخصيه قويه جدا وجاذبه للانتباه جدا. كل واحد من الشخصيات اللي هنتكلم عليها عنده ماضي هو لسه ما حدش يعرف ايه هو، لكن كلهم واضح ان هم شخصيات عميقه مش شخصيات جانبيه، كلهم ابطال المنهى مع البطل، كلهم رهيبين جدا. ريم ماسك الفاس بتاعه وعنده السرعه وعنده قوه. تاني واحد الولد اللي هو اللي ماسك سيف، الحلقه شعره حلقه جامده كده، هو عنده اكتر موهبه فيهم، وتقريبا لما حد دايما بيلمح على مواهب الناس دي بيبقى الواد ده اكتر واحد عنده موهبه فيهم، دايما كسول كده ومش راضي يتكلم. وهو علم البطل اسلوب السيافه الحقيقي، زي ما قلنا بتوع المرتزقه علموه اسلوب السيافه بتاع العامه، انما ده علمه اسلوب السيافه الصح بقى بتاع الناس المحترفين زي ما بيقولوا. مثلا هو مش عارفين برضو ايه الماضي بتاعه، هو كسول كده على طول، ولكن هو عنده اسلوب سيافه رهيب جدا.
بعد كده الواد اللي هو تحسه جاسوس كده، السباي ده، الواد اللي هو غامض ابو شعر احمر، اللي علم البطل عن الحدس وازاي يعرف الافخاخ وازاي يتعلم الحاجات اللي هي لها علاقه بالتخفي والاحساس بهاله الموت والحاجات دي. ومعانا الواد الضخم اللي هو بيصلي، اللي اكيد كان ليه علاقه بالكنيسه وشخصيته طيبه جدا ورهيبه جدا. ومعانا الواد اللي بشعر احمر برضو بتاع السيلز، هو الوحيد اللي مش بيقاتل فيهم، بس هو ليه ايه، واد لسانه حلو كده. كلهم شخصياتهم جامده ومثيره جدا للاهتمام. ومعانا شخصيه الالف اللي خطبت البطل وتقول له انت خطيبي كده، يا عم انا مش خطيبك، لا انت خطيبي. شخصيه برضو مهمه وعايزين نتكلم عليها. ليه بقى تتفرج على المنهوى دي؟ في منهوات كتير فيها تراجع، ولكن مثلا عمل مشهور جدا بتاع ري زيرو، انا بحب قصه الانمي ولكن انا بكره البطل. هنا عمل فيه ريجريشن ولكن البطل بتاعه فخم، ودي حاجه نادره جدا يا جماعه. البطل ده فخم جدا وعنده هاله كده من عدم الاستسلام، واللي هو انا هحقق هدفي مهما كان الطريق طويل اللي انا هسعى له، ويفضل يتدرب وهو متقبل حقيقه ان هو ما عندوش الموهبه. هتستمتع بالرحله بتاعته جدا، هتستمتع ببناء العالم اللي ماشي بشكل كويس جدا. الرسم بتاع المنهوى تحفه. الشخصيات اللي انا قلت لك عليها بشكل سريع دي، كل واحد فيهم فعلا ينفع يبقى بطل منهوى لوحده اصلا، يعني كل واحد من دول ينفع يبقى بطل لوحده. فان هم ماشيين مع البطل، والبطل اضعف منهم على فكره، يعني هم عارفين ان البطل اضعف منهم ولكن هم بيتبعوه وهو القائد بتاعهم. دي حاجه علاقه جميله جدا بين القائد واتباعه، وحاجه مثيره جدا انت تعرف هم ليه ماشيين معاه وكل واحد قصته ايه. انت عايز تعرف الماضي اللي يبدا الكاتب بيلمح لك عليه في كل شويه. والبطل انت بتوصل لمرحله اللي انت عايز البطل يموت بقى، اللي هو يعني كل الناس مش عايزه البطل يموت، لا انت عايز البطل يموت عشان يتعلم حاجه جديده. فالمنهوى رائعه الجمال، فيها يعني قدره رهيبه على عدم الاستسلام، وتشجعك هتخليك تتحرك وتروح تتعلم حاجه، تقول اذا كان ده ناجح ان هو يعمل الحاجه دي، ليه انا كمان ما انجحش؟ لو انت مهتم ان احنا نعمل حاجات بجوده احسن ان شاء الله المره دي مش هتحسب علينا جوده، ولو انت مهتم بالمنهوى والمانجا ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتشترك في القناه. يلا سلام.